فيديو تاع اليوم راح نهضروا فيه على واحد الخضره اللي دائما كي تقعدنا نحصلوا واش نديروا بها، اللي هي القرعه. نستعملوها في اطباقنا التقليديه واليوميه، نستعملوها في كسكسون، نستعملوها دولمان، نستعملوها ميم اون غراتان. مي دي فوا تقعد لنا هكذا حبيبه زوج ونحيروا واش نديروا بها، وحتى تقعد دي فوا فريجيدير تخسر. احنا نعطيكم هذه الفكره القديمه، عفوا لا غوسيت قديمه، اللي هي عباره عن قرعه مقليه بالبصل المشرمل ولا قرعه مشرمله كاريمون. دونك كما راكم تشوفوا هنا عندي زوج حبات قرعه من الخشينه، هذيك راهي وقتها راهي رائعه، شاربه الماء، روعه روعه. دونك فو ميو واحد يعني نبروفيتيو نجربوا هذه الوصفه، لانه الا قدامت تولي ناشفه القرعيتو سي با لا بان ليسيي باسكو سا فا با لو ريزولتا نو سرا با لو ميم. دونك هنا عندي زوج حبات خشان، زوج حبات قرعه خشان، وعندي حبه موين باش نوريكم يعني الفرق كيفاش حنا نيتيليزيوها. نشللها بالطبع. عمرك ما تشلي القرعه بعد ما تقشريها، توجور تشلل قبل ما يتنحى هذاك الراس يعني هذوك وين الزهره ديالها. دونك هنا شللتها خليتها تقطر، ومن بعد نعاودو نرجعوا ليها. البصل، كميه من البصل اللي تحب تشوف، يعني جو با ما تاردي لا دوسي باسكو درت ديجا البصل المشرمل مع الحوت المقلي، او الحوت المقلي مع البصل المشرمل في الوصفه، راح نحطها في صندوق الوصف يعني بالتفصيل الممل. يعني المبتدئات يقدروا يشوفوا هذا الوصفه، سي لا ميم شوز اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك انا راح نختصر، لانكم كاين سيغتان بيرسون عاتبوني قالوا لي كيطولي بزاف لي فيديو تاعكم، يعني هذا الفيديو راح تكون قصيره قصيره قصيره. دونك فوالا الوغ بصل مقطع، انا اخترت هذاك الطويل بكثرتها خاطر هو وقته توجور جون بروفيت. مي الا كان بصل مدور قطعيه جوانح بالطول هكذايا. اي شويه زيت زيتون، فلفل كحل، ملح، ونروحو ندبلوه ابتي فو. كما قلت لكم اكثر من التفاصيل بليز ارجعوا للوصفه تاع الحوت المقلي مع البصل المشرمل، سي اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك المقيله تاعي انا باسكو ما عنديش بزاف قرعه، درت شويه بصل ماشي بزاف، درت كميه بسيطه. دونك نحط البصل بعقلو يدبال، نغطيه، ونعاودو نرجعو للقرعه. القرعه دونك هنا مانيش حنقشرها، نحيلها جوست راسها هذاك، ونقطعوها. الوغ الخشينه نقطعوها دوائر، وراح تشوفوا هذيك موين، مش حنقول رقيقه لا موين، راح نديرها طوليا بالعاني. درت لكم يعني طريقتين باش تعرفوا بلي كلتا الطريقتين يعني الفي لافير. الا كانت شويه القرعه تاعك فيها حبيبات هكذايا شويه طاشات ولا غير كرطيها غير بالعقل، فوالا. اي اون كوب رونديل، الغوندال يكونوا شويه كومام ماشي رقاق بزاف، باش لو طون لي ينقلاو تو هذاك هو، على بالك القرعه تدبل تمتم. فوالا نكمل كامل كميه، وهذيك الطويله نقطع عفوا الرقيقه شويه لا موين. شوفوا اذا عندكم كاش تخشات ولا كرطوهم هكذا، نشللها اي نقطعها طوليا. فوالا راني درت لكم كامل الاحتمالات. فوالا فلفل كحل، ملح عادي، وتنقلع عادي. بين قوسين عندي ثاني وصفه واحده اخرى، هاد الوصفه ماشي جزائريه، وصفه ايطاليه، راح نديرها لكم اون بروشين فوا ان شاء الله. تانيك كيفاش نقدموا القرعه كمقبله، يعني روعه. كنت شفتها في احدى القنوات، جربتها صافي دي زاني مي ايطاليان، يعني سي اون روسيت تيبيكمون ايطاليان، روعه. هذيك تانيك ان شاء الله اون بروشين فوا نديرها لكم. ممكن تقدموها كفكره في رمضان يعني، ولا غير، والله حتى يجيوك ضياف تقدري تقدميها، راح تشوفوا ان شاء الله. جربوها وراح تشوفوا. دونك عفوا القرعه هذه نقليها عادي. راح نختصر، نروح قباله للتحضير باش ما تلومونيش، ما تقولوليش كي تطولي في الفيديو. دونك فوالا انقلات القرعه المدوره راني حطيتها وحدها، وهذيك الطويله حطيتها وحدها جوست بور ديفيرونسيي. هنا لا ديفيرونس وين راهي، كنت قليت شويه في الحار لانه زوجي يحب الحار، دونك ما حبيتش نحطها له هكذاك فاد.
بيان كو يعني ماشي حتجي فاده، يعني هو يحب الحار درت له يعني درت طبقين. هذه يعني لمسه شخصيه، اللي تحب ديرها ديرها، اللي ما تحبش ديرها عادي. تبقى مساله ذوق. راح نكمل يعني ندير الحار على حسب الطبق اللي عندنا. فوالا بين قوسين الحار كون درت له شويه زيت زيتون وشويه ملح. فوالا ودوك نجيب البصل ديالي، يعني نعاود اللي ما شافتش اللي تحب الوصفه بالتفصيل تصيبها في وصفه الحوت المشرمل مع البصل، عفوا البصل الحوت المقلي مع البصل المشرمل عفوا. دونك نقسم الكميه هنايا، نغطي السطح تاع القرعه ديالي عادي، يعني جيت كومبليتمون لا كونتيتي اللي عندك، كل واحد على حسب واش عنده الكميه. يستحسن ديري بصل شويه بزياده باسكو يدبال يولي ما فيه والو. دونك فوالا نسقموها عادي. قلت لكم هذه مقبله، سي اون سالاد، كل ما تبرد كل ما تخليوها مثلا في فريجيدار وتناولوها من بعد يعني سي انكور ميو تشرب مليح هذاك البصل، تشرب مليح هذاك الخل اللي فيه. تولي روعه يعني دو بريفيرونس. المهم كل ما بطات كل ما تبنى. فوالا ودوك هذاك ليتاب تاني كالي تري امبورطونت سي دو ديغلاسي هذاك البصل اللي مازال فوالا لا صوص اللي قعدت في المقله. هذاك هو الصح، البنه راهي تما. دونك فوزالي فواغ كو بشويه خل. دونك هنا تشوفوا نزيد شويه خل، حوالي ملعقه با بلوس. نحيو اون ديغلاس. شوفوا امهاتنا سبحان الله. Maintenant, si vous voyez dans la cuisine française ou là, ils utilisent le principe, ils déglacent bon avec du vinaigre ou là du vin, yani. Mais le principe est là. شوفوا امهاتنا nos grands-mères, regardez, elles maîtrisaient ça, le processus. هاولك دوك يقولها ديغلاسي. هنا هذا هو يعني تشرميل بالخل، هذا هو. البنه كاع راهي هنا، البنه كامل راهي هنايا. وقلت لكم كل ما بطات هاد الوصفه كل ما زادت بنانت. اي فوالا. اذا هذه هي لو ديكور. قلت لكم بما انها مقبله انا زدت لها حبيبات زيتون، درت لها شويه معدنوس. الاخرى تانيك درت لها زيتون ودرت لها هذا سي دو بيرسيل سيشي يعني. دونك تبقى مساله ذوق. هذاك شويه الحر درتو اللي قعدت درتو في الطويج نتاع خاوتنا التوانسه. بتي كلان دوي المتتبعين من تونس اللي راهم يشجعوني، نشكركم، شكرا على الاهتمام والتشجيع. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي تمدوا لي رايكم. وتنساوش les meilleures choses sont les plus simples. ومعا للمحافظة على التقاليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.